أهلا بكم في نشرة مرور صباح يوم الجمعة. سعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. سقوط أمطار، شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية، سرعة رياح، كل هذا كان ليه تأثير سلبي على حركة سير السيارات، إلا أن اليوم أجازة نهاية الأسبوع، يوم الجمعة، أول يوم جمعة في شهر رمضان المبارك. لذلك شهد الشارع المصري منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، في ظل انتشار أمني مروري مكثف مدعم بالسيارات الإغاثة الفورية لسرعة التعامل مع أي عوائق مرورية. أيضا سيارات الشفط موجودة في الميادين والشوارع الرئيسية والجانبية لسرعة التعامل مع أي تراكمات مرورية. تنسيق تام ومستمر ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية وعلى مدار اليوم الكامل، وأيضا مع غرف عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة الكبرى بهدف التنسيق بالنسبة لحركة سير السيارات ذهابا وإيابا على الطرق السريعة، وبمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء شهر رمضان المبارك مع أجازة نهاية الأسبوع مع الأهل والأقارب والأصدقاء. يوم أجازة رسمية مع سوء أحوال جوية مع متابعة ميدانية من خدمات مكثفة مدعمة بالسيارات الإغاثة وسيارات الشفط التابعة للأحياء.